واحد من الزباين عندنا جه قال لي انه وافق على الابلكيشن، وكان بيقول ان الابلكيشن ده المفروض هيزود البرودكتيفيتي في الشغل. فسالته انت متاكد من الابلكيشن ده؟ فقال لي شكله سكيور واخد ريتنج كويس على منصات كتير بصيت عليها وكل حاجه. سالته اسمه ايه؟ فقال لي فرود 1 2 3 وطلب بيرميشنز على كل الايميلات والكالندر والكونتاكت وشويه دايركتوريز. يعني ايه عادي؟ قلت له لا طبعا ده مش عادي. سالته هل الابلكيشنز دي طلبت بيرميشنز مثلا للميل بوكس ريد اند رايت، دايركتوري ريد اول، اكسس على تيمز، شاتس كلها؟ فقال لي ما اعرفش. فدلوقتي السي او ظهر له اعلانات ازاي يساهم في عملات المشفره على لينكدين. قلت له انت مش شايف المشكله وصلت لفين؟ حاولت اشرح له زي ما اتكلمنا قبل كده، مش عشان الابلكيشن شكله مفيد معناه ان هو امن. شرحت له عشان كده الابلكيشن سكيورتي في مايكروسوفت 365 مهمه جدا، وشرحت له المفروض دلوقتي نعمل ايه. فقلت له تعالى دلوقتي المفروض هنعمل حاجه من الاربع حاجات اللي انا هقول لكم عليها. اولا هنبدا باوديت الابلكيشنز كلها في مايكروسوفت 365 تاني. هنبص على البرميشنز بتاعتهم، واهم حاجه نفهم البرميشنز دي معناها ايه. وثالث حاجه بعد كده هنقفل اليوزر كونسنت عشان اليوزرز نفسهم ما يعملوش انستليشن للابلكيشنز على مزاجهم وهم مش عارفين الابلكيشنز دي بتخش على ايه. واخيرا هنعمل ادمن ابروف الورك فلو عشان الموضوع ده ما يحصلش تاني. بس قبل ما نبدا خليني اعرفكم بنفسي بسرعه. انا اسمي سمير حسان، انا بزنس كلاود اند اي تي كونسلتنت، وبساعد الكلاينتس في الاي تي كلاود وسايبر سكيورتي. ولو الفيديو ده فاتكم بليز اعملوا سبسكرايب ولايك للشانل بتاعتي لان الموضوع بيفرق معايا جدا. ولو احتجتوا كونسلتيشن او سبورت هتلاقوا لينك ليا للوصول في الديسكربشن، وهتلاقوا كوميونتي اللي انا عاملها على الفيسبوك بخصوص عالم مايكروسوفت اللي انا بحاول اساعدكم فيها على قد المستطاع ببلاش. فيلا بينا نخش في الموضوع. في عالم المايكروسوفت 365 لما بنقول ابلكيشنز، وهنا بنقصد الابلكيشنز متواصله بالانفايرمنت عبر الانترا اي دي، ممكن تبقى ثيرد بارتي ابس، مايكروسوفت ابس، او حتى كاستمر انترنال ابس. كل الابلكيشنز دول بيطلبوا بيرميشنز عشان يوصلوا لداتا جوه مايكروسوفت 365. ففي بعض من البرميشنز دي خطر جدا تبقى انيبل، ولو مش واخدين بالكم الابلكيشنز ممكن تاخد ادمن ليفل اكسس من غير اي تي ما يعرف اصلا. والاخطر من كده الديفولت بتاع اليوزرز اللي عندكم ممكن يقدروا كونسنت الابلكيشن عشان خاطر يقرا او يبعت او يعمل اي حاجه نيابه عن اليوزر نفسه او عن الشركه نفسها. فده ريسك بالنسبه لي مش متظبط صح. ومن المشاكل الكبيره اللي بتواجهنا بسبب الموضوع ده الاوفر بيرميشند اب، الماليشيوس اب، لاك اوف فيزيبيليتي ان الاي تي مش شايف ايه اللي موجود في التننت، ومفيش ابروفل بروسس. فلما الابلكيشن تاخد اكسس مش محتاجه باسورد كل شويه، بتشتغل في الباك جراوند بهدوء ومحدش عارف اي حاجه. عشان كده تامين الابلكيشنز في مايكروسوفت 365 حاجه اساسيه، وتعالوا اوريكم هنعملها ازاي. تعالوا كده ندخل على مايكروسوفت 365 ادمن سنتر، ومن الادمن سنترز نختار ايدنتيتي. وكده احنا في الانترا اي دي موجودين على التننت بتاعتنا، وهنلاقي في فقره هنا او نلاقي في سيكشن في التاب الداشبورد اللي على الشمال بتقول انتربرايز ابلكيشنز، ودي اللي احنا النهارده هنركز عليها. لو دي تيست تننت طبعا هتلاقوا ابلكيشنز قليله، ولكن لو التننت حقيقيه هتلاقوا فيه ابلكيشنز كتير طبعا. تعالوا بقى نبص على الابلكيشن ده اللي هو اسمه الوي ام في بي اب، وهنيجي نبص على السكيورتي والبرميشنز. وهنا عندنا طبعا الادمن كونسنت واليوزر كونسنت. اليوزر كونتنت معناها ان اليوزر عادي جدا يقدر يوافق على الابلكيشن عشان الداتا بتاعته هو. ده ممكن يبقى سيف شويه ولو ريسك من ناحيه البرميشنز زي مثلا ريد بروفايل. بس على سبيل المثال ادمن كونسنت مطلوب في حالات لما مثلا الابلكيشن بيطلب هاي بريفليج بيرميشنز او تننت وايد اكسس. هنا عندنا نوعين من البرميشنز، بيرميشن اسمه ابلكيشن وبيرميشن اسمه ديليجيت. الابلكيشن بيشتغل على اساس اليوزر اللي عامل ساين ان للتننت. يعني لو سمير ربط الابلكيشن يقدر يعمل بس اللي سمير يقدر يعمله طول ما هو سايند ان على التننت، ريسك اقل. ولكن ده مش معنى ان الديليجيتد بيرميشنز ممكن ما تبقاش خطيره، مثلا زي الريد دايركتوري اول اللي هي هنا. تعالوا نتكلم في الابلكيشن بيرميشنز دي. بالنسبه لي اعلى خطوره، ومش محتاجه ان اليوزر يبقى عامل لوج ان، وبتشتغل بايدنتيتي بتاعتها هي، وممكن تقرا وتكتب في كل الميل بوكسز، تقرا دايركتوري داتا للاورجنايزيشن كلها. ممكن مثلا تبقى زي ريد رايت، انا هنا مش سامح لها للبرميشنز دي بس بديكوا اكزامبل يعني. ودي دايما بتطلب الادمن كونسنت. لازم يبقى عندكم بروسيس واضح قبل ما اي ابلكيشن تاخد الليفل ده من الاكسس. لو الابلكيشن بيطلب اكتر من المنطقي ارجع للفندر واساله ليه. دلوقتي هوريكم هنقفل الموضوع ازاي من اساسه، وازاي نكريت بروسيس للادمن كونسنت، وازاي نريستريكت الكونسنت ده من اساسه. هنا في الانتر ادمن سنتر في الانتربرايز ابلكيشنز هنخش على السكيورتي وهنخش على كونسنت اند بيرميشنز.
وهنا باي ديفولت مايكروسوفت تدينا allow user consent for applications، ولكن طبعا مايكروسوفت بتغير في حاجات ممكن دلوقتي باي ذا تايم اللي انتوا بتتفرجوا فيه على الفيديو ده ممكن يبقى ده الديفولت موجود عندكم في التنت، وده طبيعي من مايكروسوفت انها بتغير في بعض من الحاجات ليها دعوه بالسكيورتي عشان تبقى واخده بالها ان مش كل الناس بتبقى عامله ريستريكشنز للتنت بتاعتها. طبعا انا بالنسبه لي لو شفت ان ده موجود او ده موجود، فانا بالنسبه لي السيتنج ده مش امان بالنسبه لي لاي بزنس خايف من الاختراق. انا بالنسبه لي الاوبشن الاسلم اللي هو انا هختاره لو سمير هيركز على السكيورتي هيختار do not allow user consent. وهنا في اوبشن تاني ممكن نختاره اللي هو allow user consent for applications from verified publishers for selected permissions. وهنا طبعا هو مايكروسوفت بتالاو الابلكيشن based on الفيريفيكيشن of the publisher، وبتحط البرميشنز او بتركز على البرميشنز اللي هي ليها دعوه باللو امباكت اللي احنا بعد كده هنتكلم فيها في البرميشن كلاسيفيكيشنز او هوريها لكم يعني. بس انا كسمير لو هختار تاني هقول permissions من ناحيتي انا هقول do not allow user consent. مش لما يوزر يطلب ابلكيشن وانت مثلا او انتوا قافلين الابلكيشن كونسنت ده او اليوزر كونسنت، الريكوست هيجي اوتوماتيكلي عند الادمن، والادمن لازم يعمل ابروف، وهنا هيبص ساعتها على الديتيلز بتاعت الابلكيشنز اللي طالباها، وساعتها تقرروا وتدوا الابروف او الديناي. في نفس الوقت هيظهر لكم نوع البرميشن زي ما قلت لكم والابلكيشن دي بالظبط طالبه ايه بالظبط. هنا ساعتها تقدروا تقرروا ابروف او ديناي بيست اون الداتا المطلوبه من الابلكيشن عشان تقرا. وهنا في الادمن كونسنت ريكويست ممكن نظبط شويه حاجات اللي هي مثلا مين من الناس اللي هيعمل ابروف، مين اللي هيريفيو الابلكيشن، ايه الجروب من الناس اللي هيبقى عندهم الصلاحيه انهم يابروفوا او يدينايوا الابلكيشن، والرولز بتاعتهم. طبعا هنا ممكن نختار لو هنستلم الايميل نوتيفيكيشنز فور ريكويست ونختار مين منهم، وهنا ممكن نعمل اكسبيريشن للريمايندرز، وهنا ممكن نختار وقت قد ايه الكونسنت ده ينتهي لو ما خدش ابروفل. واخر حاجه عندنا هنا users can request admin consent to applications they are unable to consent to. انا طبعا عاملها نو عشان انا مش عايز اليوزر يبقى عنده اي نوع من الاكسس انه يريكوست اي حاجه. طبعا هنا البرميشن كلاسيفيكيشن بيست اون انتوا شايفين ايه كسكيورتي تيم في الكلاسيفيكيشنز اوف بيرميشنز من ناحيه اللو والميديوم والهاي، وده طبعا انتوا لازم تقرروا ايه بالنسبه لكم الاكسبتبل ليفل اوف ريسك من ناحيه اللو ميديوم والهاي. طب نعمل ايه في الابلكيشنز اللي اتعمل لها كونفirmation وما كناش احنا اوريدي ظابطين الدنيا من الاول؟ للاسف هنا مش هتلاقوا last used فيلد متاح هنا في الفلترز مثلا او في الكولومز اللي موجوده هنا، ولكن انا برشح ان احنا ممكن نعمل انفنتوري صغيره ونخش مثلا على ابلكيشن زي ده، وهنبص هنا على الاكتيفيتي وهنركز على الساين ان لوجز اللي ممكن تظهر لنا امتى خلال حسب اللايسنس طبعا الابلكيشن اتعمل له ساين ان، او خلال اليوزج اند ساين ان اكتيفيتي ممكن نشوف الاكتيفيتي بتاعت الساين ان خلال ال 30 يوم او 7 ايام او يوم واحد، حسب تاني هقول حسب اللايسنس بتاعتكم. وطبعا دي احسن الطرق اللي ممكن نعمل بيها الانفنتوري او الاوديت ونتعرف على الابلكيشنز اللي موجوده مثلا اللي احنا عارفين انها مطلوبه ولازم تبقى موجوده، زي على سبيل المثال اي تول للباك اب او السكيورتي، يبقى ساعتها نسيبها. الابلكيشنز اللي انتم مثلا مش عارفين انها تستخدم في الشركه ولا لا، فاحنا اول حاجه هنعملها طبعا هنبص على البرميشنز بتاعتها وهنقرر ان كيس هي لو ريسك او هاي ريسك، وساعتها نقرر على اساسه. ولكن لو مش عارفين ان الابلكيشن دي بتستخدم لايه ومين بيستعملها ومش ظاهر لكم ساين ان ولا يوزج انسايتس، ساعتها احنا ممكن تمبررلي او مؤقتا نقفل الساين ان اوبشن لليوزرز، وساعتها هيظهر لكم تيكتس في الهيلب ديسك، وساعتها ممكن انتوا تقرروا الابلكيشن ده يستخدم لايه ومين بيستعمله وليه. وطبعا ممكن نستعمل ديفندر فور كلاود ابس ونديب دايف في الموضوع اكتر، بس ساعتها هنحتاج لايسنس زياده وانا مش هتكلم في الموضوع ده في الفيديو ده. الخلاصه عايزين نعمل اوديت لكل الابلكيشنز، نفهم البرميشنز بتاعتها، نقفل اليوزر كونسنت، ونشغل الادمن ابروفل ورك فلو، وعايزين ننقذ الانفايرمنت بتاعتكم من اي ابلكيشن ممكن يبقى خطر. ابلكيشن سكيورتي في مايكروسوفت 365 مش حاجه صغيره وهو مكان خطير، كتير من الشركات بتتغفل عنه. اتمنى تكونوا اتعلمتوا حاجه جديده، ولو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وهشوفكم في الفيديو الجاي.